معلش بقى الواحد طلع لكم تعبان شوية وصوتها رايح، بس الواحد عاوز يتكلم شوية. ماتش الأهلي والزمالك بكرة، أو كمان ساعات بالنسبة لنا عشان في مصر هي التوقيت المصري. إيه أهمية الماتش؟ وليه أنا شايف إن الأهلي كده كده موسم سيء؟ عشان كده مكلمناش على ماتش ضربة جزاء سيراميكا، ولا اتكلمنا على الجون اللي هو أصلا جون في ماتش بيراميدز. إن إحنا بنقدم موسم سيء، بقالنا موسمين تخبط إداري من الناس اللي مشيت من كوادرنا، من لعيبة بتمشي احسن من لعيبه بتيجي بتاخد ملايين. كل الكلام ده عامل مشاكل في اوضه اللبس. لاعب ما 22 ده ما يسافرش ويرجع ياخد عقاب مش عارف مليون وحاجه ويقعد اسبوعين وينزل. الكلام ده كان حصل ايام جوزيه ما كانش، او ايام صالح سيم ما كانش هيشوف الملعب اصلا. بس ما علينا. ليه ماتش الزمالك مهم بالنسبه لي؟ عشان الزمالك ما احتفلش بالدوري في ماتشك. طيب لو حصل فعلا تعثر لبيراميدز وتعادل قصاد انبي او اتغلب وانت كسبت الزمالك، هي لسه عندك امل في الكونفدراليه، في افريقيا، مش الكونفدراليه، مش فارقه معايا الكونفدراليه، مش فارقه تفرق في حاجه. الكونفدراليه هتبقى اوت كده كده بالنسبه لي، سواء لعبت فيها او ما لعبتش مش فارقه معايا. النادي هيخش في مشاكل لو ما لعبش افريقيا، يخش هم اللي عملوا كده في نفسهم. انا لو هلعب افريقيا العب افريقيا اللي جايه، افريقيا، ما العبش الكونفدراليه، العب الشامبيونز ليج بتاعتها. طيب لو ربنا كرم وعرفنا نكسب، وده دي مستبعده، وكده كده هتفرج على الماتش، بس لو قدرت تكسب، فكرة إن أنت تروح أفريقيا تفضل موجودة في حالة واحدة، بيراميدز خسر أو تعادل. لأن أنت لو كسبت هيبقى الزمالك هيثبت على ال50 وأنت هتثبت على 47، وبيراميدز لو تعادل هيبقى 48. كنت بتتكلم إيه؟ أي واحد فيهم بيسقط أي حاجة في أي ماتش تخبط أنت تاني وتطلع. فكك من فكرة الدوري لسه في الملعب عشان دي مش معترف بيها، قال لك أبولا مش معترف بيها، وأنت ما تستحقش كنادي أهلي. طيب أنا عاوز أروح أفريقيا بس بشرط الكابتن محمود الخطيب يطلع يعترف. فكك من ان الكابتن محمود الخطيب يمشي والاداره تمشي ومش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. ده دخلنا في مسار تاني صعب ان احنا نكمل فيه. بس يطلعوا يعترفوا ان احنا عملنا حاجات كتير غلط، ولازم يبقى فيه اصلاح. الاصلاح ده هيجي ازاي؟ والله اللعيبه المعلمين هتمشي، انت خلاص ضيعت لعيبه كتير، ودي مشكلتك انت كنادي اهلي. ضيعت احمد عبد القادر، محمد عبد الله بتاع انبي ده طلع بتاعنا اللي عاوزين 75 مليون السنه الجايه، طبعا انا مش عاوزه. في لعيبه كتير حلوه عندك في الاهلي زي سيد معوض، عمر سيد معوض، معلش برد، عمر سيد معوض. عندك اللاعب اللي احنا اديناه سيراميكا رجعه، حاج عبد الله. عندك احمد رضا يرجع. انت مش محتاج تجيب حد مكان اليو ديانج، هو خلاص ماشي. بن شرقي خلاص ماشي. امام ان شاء الله يجيله عرض ويتكل. تريزيجيه لو شايب نص مرتبه يقلب. زيزو ان شاء الله يجيله يلعب حلو في كده في كاس العالم، يجيله عرض سعودي ويتكل على الله. في لعيبه كده لازم تمشي وتحافظ على لعيبتك. ده اللي احنا قلناه. ما ينفعش تجيب لي سيد زيزو مع احترامي لزيزو، وانا عندي حسين شحات 100 من زيزو، انا الكلام ده من زمان. وتدي زيزو 100 مليون وتدي شحات 25 مليون، اللي معاه 4 افريقيا. زيزو مخش ولا افريقيا اصلا. اصل انا جايبه عشان اكيد الزمالك، يا عم كيد الزمالك اديله 20 15، قول له حسين بياخد 25. لكن تجيبوا لي بياخد 4 مرات حسين شحات، يا راجل ايه الله. ده حسين شحات واحد على واحد ب100 من زيزو. زيزو اللي بيستلم وبيرجع لورا، ما بيعرفش يجري ولا يرقص. ومش بقول كده عشان احنا بنخسر، بقول كده من قبل ما يجي كنت عمال اقول هو بالونه، وما زلت مقتنع ان هو بالونه، مع احترامي الكامل ليه كشخص. ككوره هو مش لعيب كوره. اهميه ماتش بكره الزمالك ما احتفلش بالدوري عليك، هتبقى صعبه قوي على الجماهير وعلى الاداره. يا ريت اللعيبه تخلي شويه دم وتلعب. اعتقد
ان احنا ممكن نعرف نكسب بكره لو اللعيبه عاوز تلعب. لو تريزيجيه تبطل الار2 وتبطل ان انت تفضل تاخد الكوره تصاحبها. لو تحط مهاجم سليم او تحط المهاجم صريح، فكك بقى من حاجه اوتاكا ده ولا مروان اوتاكا ولا بتاع ده، محمد شريف. و يا ريت احسن الشحات خلاص هو رجع من الايقاف. والناحيه التانيه يا ريت زيزو يا ريت اسف تريزيجيت. يا ريت تحتيهم يبقى والله ما عارفين نحط مين تحتيهم. امام خارا. بن رمضان ده ما يلعبش كوره تاني اصلا في النادي، مشيه. زيزو فشل في الحته دي، والله مش عارف تحط مين في الحته دي. اللي ب4-4-2 بقى، يعني خليه مثلا شريف وطاهر في الهجوم، ولعب في الناحيه دي بحسين والناحيه دي بتريزيجيت، مروان عطيه ومعاه اليو ديانج، ويلعب بالاربعه المدافعين. طبعا ياسر اتصاب، الف سلامه لياسر. هو عك الدنيا اصلا في ماتش بيراميدز، مش جاي يعاتب حد ولا جاي يعاتب لعيبه. هاني موقوف، واكيد مش عاوز اشوف احمد عيد في الحته دي. طبعا مفيش غير كوكا في الناحيه التانيه او احمد شكري اللي مغضوب عليه. يعني كده هتلعب ازاي؟ مش فارقه كتير. النوش بقى اللي على شوبير والشناوي. شوبير الماتش اللي فات كان سيء جدا. انا واحد من لسه بيدافع عن شوبير كتير، وبحكم ان انا شغال في الكوره الارقام بتقول شوبير مش وحش. شوبير ده كان احسن حارس من سنتين في افريقيا اللي انت خدتها. ايه اللي حصل لشوبير انا معرفش، هل مشكله مدرب حراس مرمى؟ الله اعلم. بس انا قدامي فرصه، انا محافظ على شوبير، ان كده كده الشناوي مش هيكمل معايا السنه الجايه، ده لو في اداره عاوز تكرم الشناوي كرمه، وكده كده مبقتش فارقه. بس شوبير قرب يخلص عقده ولسه ما جددش، فكروا براحتكم. يلا، سلام.